نبوءة بحضارة من النيل للفرات لشعب انغلق على نفسه لأكتر من 3000 سنة، شايفين ان هم بس البشر وان كل الناس دي اشبه بالحيوانات وانهم لازم يرجعوا ارضهم اللي سكنها اجدادهم. بس لحظة، ارضهم اجدادهم؟ والله تخيل ان اليوم تاريخ. بص يا صديقي، الفيديو ده هيلم لك اغلب الحاجات اللي انت ممكن ما تكونش عارفها عن اليهود، من تاريخهم لافكارهم لتفسيرات حاجات غريبة كتير بيعملوها. والله انا خايف الفيديو ده يتشال. انا عارف انا كده هندم عليه يعني، بس ما عليه. يلا من غير قلة ادب ومن غير عنصرية كتير هنتكلم عن ابناء يعقوب. اليهود او زي ما بيطلقوا على نفسهم شعب الله المختار مش مجرد افراد بيتبعوا ديانه معينه وبينفذوا تعاليمها، لا، اليهود حسب ما بيصنفوا نفسهم فهم ابناء دم واحد وشعب بيجتمع على فكره واحده. بس هل الكلام ده حقيقي؟ احنا كده محتاجين نرجع ل 1700 سنه قبل الميلاد. اشمعنى؟ عشان ده الوقت اللي يوسف ابن يعقوب استدعى فيه اهله انهم يجوا له على مصر، واللي في الوقت ده كانوا 11 اخ بيسموهم ابناء اسرائيل او ابناء يعقوب، واللي كانت ديانتهم وقتها هي الشريعه الابراهيميه قبل يعني ما يعبدوا التعابين في الصحراء. تعدي السنين ويوسف يموت واخواته كمان يموتوا، لكن يسيبوا وراهم 12 عشيره من ابنائهم واحفادهم، 12 عشيره من بني اسرائيل عايشين في ظلم وفقر واضطهاد. وحسب القصه اللي كلنا عارفينها فموسى يهرب ببني اسرائيل من مصر ومعاهم شريعه جديده، شريعه حاول يدخل فيها فرعون، شريعه تبشيريه بيحاول يدعو الناس ليها. واخد بالك انت؟ تبشيريه. ما تنساش النقطة دي بقى عشان مهمة وهنرجع لها تاني. طبعا مش محتاج اقول لك ان فرعون مش هو رمسيس الثاني وغالبا ما كانش مصري اصلا، بس يعني ده مش موضوعنا. يهرب موسى من مصر وحسب الاوامر الالهية بيتجهوا ناحية ارض كنعان او فلسطين، الحته الغربيه منها. وخد بالك انهم رايحين يفتحوها، يعني هنخش وهنقول حته وكده كده احنا جيش بيتحرك بامر الهي، يعني اللي هيجي على سكتنا هنرجعش. لحظه بس معلش، هما هيخشوا كده؟ اكيد لا طبعا. بص، احنا هنبعت من كل عشيره راجل يدخل هو واخواته ويشوفوا لنا الدنيا جوه عامله ايه، هل هنعرف نخش لهم ولا هيمصمصونا؟ يروح ل 12 راجل ويرجعوا بمعلومات مرعبه عن سكان كنعان، معلومات نشروها بمنتهى الاهمال ما بين الناس. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. ولو سالت واحد يهودي يعني ايه جبارين هيقول لك انها كانت مدينه من العمالقه، بس ابن كثير نفى النقطه دي في كتابه البدايه والنهايه وقال ان هي كلام فارغ، فمش موضوعنا. احنا بنحاول نحكي الموضوع في سياق تاريخي وبس، بنحاول. المهم ان هم جبابره ومش هنعرف نخش. واذهب انت وربك فقاتلا، احنا قاعدين هنا لما تبقوا تخلصوا بقوا لنا. طبعا العنجهيه وقله الادب دي حكمت عليهم بحكم مش لطيف خالص. 40 سنه تايهين في الصحراء ناحيه جبل سانت كاترين. خلال ال 40 سنه دول يستلم موسى الوصايا العشر اللي اتعملت منها التوراه ويسجلها، وبعد موته تتحفظ الالواح دي مع حاجات تانية بتقدسها بني اسرائيل جوه صندوق كده بنسميه تابوت العهد. افتكر الصندوق ده كويس عشان راجعين له تاني كتير. من ضمن اهم الحاجات اللي سببت جدل في الشريعه اليهوديه كانت الحياه بعد الموت. فمثلا نصوص التوراه اللي هي بتتكون من 5 اصفار ما تذكرش فيها اي حاجه ليها علاقه بالحياه بعد الموت، وده بيخلي طوائف كتير من اليهود ينكروا فكره الحياه من بعد الموت بالكليه، خصوصا اليهود الاصلاحيين اللي بينكروا صحه كتاب زي التلمود مثلا. اما عن نصوص التلمود باجزائه فتذكر فيها حياه من بعد الموت لكن ما تذكر لهاش اي معاني، وده بيخلي يهود كتير يحسوا بشكل او باخر ان الحياه من بعد الموت دي حاجه غامضه، بل في احيان كتير ممكن ما تكونش موجوده اصلا. فلا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه. تنتهي فتره ال 40 سنه وتحين اللحظه المرتقبه وهي لحظه دخول ارض الميعاد، واللي كانت بقياده يوشع بن نون او يشوع بن نون، وده كان واحد من الجواسيس ال 12 اللي قلت لك عليهم لو فاكرهم يعني. يوشع بن نون حسب الشرائع الساميه فهو نبي يوحى اليه وكله بيتسجل في كتب العهد القديم او زي ما بنسميها يعني التوراه. فبيجهز يوشع بن نون جيش قوي جدا من بني اسرائيل ويتجه ناحيه اول مدينه في قصتنا النهارده، اريحه، واحده من المدن الكنعانيه على الجناح الغربي لفلسطين، واللي كانت متحصنه بسور صعب جدا اختراقه وجيش من الجبابره واقف مرابط من نار السور. وحسب كتب العهد القديم، وخد بالك اني قلت لك حسب كتب العهد القديم، الجيش الاسرائيلي استخدم كل الحيل عشان ينتصر. ولو انت ما تعرفش قصدي ايه لما قلت كل الحيل فحب اقول لك ان هم كانوا بيستخدموا العاهرات عشان يجيبوا لهم المعلومات من ورا السور. الاقي واحد يسالني دلوقتي ويقول لي كانوا بيجيبوهم منين؟ دي عايزه سؤال يعني؟ من بناتهم طبعا، ما تبصليش كده، هم اللي بيقولوا، انا مالي، الغايه تبرر الوسيله، اعمل لك ايه؟ المهم يعني انهم بينجحوا في دخول المدينه، وبرضه حسب كتب العهد القديم وتوصياتها سكان المدينه دول تمت ابادتهم بالكامل، شيوخ، اطفال، ستات، ما بيفرقوش، اي حد في طريقهم ما كانش بيفلت من القلب الا يعني لو حابين يستفيدوا منه. استمر التوسع ناحيه مدينه عاي والخليل وتل الصافي، تل الدوير وبيت مرسم، كلها مدن اتحرقت واتنهبت واتبات سكانها بدون اي تحذير او شفاء. تاني بكرر ان ده حسب كتب العهد القديم. يوشع بن نون زي ما هو نبي في كتب العهد
القديم فهو برضه نبي في كتب المسلمين، وكتب المسلمين ما ذكرتش اي حاجه من الكلام ده، بالعكس يعني ده كان له معجزات. خدت بالك ان انا عمال اقول لك ابادات جماعيه وتخريب وحروب من غير سابق انذار او حتى محاوله لدعوه الناس دي للدين؟ انا هنا بكلمك عن نظره اليهود عن الطريقه اللي بيحاربوا بيها اعداء، وبقياده الانبياء ومباركه الهيه من وجهه نظر. لو حابب تفهم ليه يشوع بن نون عمل كل ده حسب الروايه اليهوديه فلازم نرجع لنص التلمود اللي اتكتب بعد موت يشوع بمئات السنين. واخد بالك؟ حسب نص التلمود واللي هو المرجع القانوني الاساسي عند معظم طوائف اليهود، باي حد خارج الديانه اليهوديه او خارج بني اسرائيل هو شخص ما نزلتش عليه البركه الالهيه، وحرمانه من البركه الالهيه دي بيحطه في موضع ان هو كائن من غير البشر وبياخد حكم الحيوانات في شريعه اليهود، وبالتالي فطالما احنا بالنسبه لهم مش بشر فاحنا ملناش ديه، وفي حالات تانية قتلنا بياخدوا عليه ثواب زي اضحيه العيد كده. فمثلا طوائف كتير محرم عليهم الزواج من غير اليهوديه لانهم بياخدوهم بحكم الحيوانات، بل ان الموضوع ساعات بيوصل معاهم هل ينفع يصلوا قدام غير اليهودي باعتباره ان هو حيوان ولا ما ينفعش يصلوا قدامه باعتباره ان هو عدو. فانا هنا ما بفتريش عليهم، ده هم اللي طب ما تيجي نشوف. احنا دلوقتي في القرن ال11 قبل الميلاد، مدينه اورشليم واللي ظهرت فيها مدينه اسرائيل لاول مره، واللي كانت في صراع دائم مع الكنعانيين والعماليق وقبائل تانية كتير، بس لسه ما نقدرش نعتبرها مملكه، احنا لسه في عصر القضاه، لسه متقسمين 12 قبيله، يعني 12 قبيله واخده على دماغها وكمان الواح موسى ضايعه منها. اما عن المملكه اللي احنا بندور عليها فدي كانت مع ظهور الملك شاؤول، او زي ما اتذكر في الروايه الاسلاميه طالوت. اظن انك بدات تجمع دلوقتي. اهو طالوت ده بقى عشان يثبت احقيته بالملك استرجع تابوت العهد اللي كان جواه الواح التوراه من الكنعانيين، فاكر التابوت؟ وبعد استرجاع التابوت يحشد جيش مكون من 8000 مقاتل، وتبتدي المعركه مع جيش العماليق واللي كانوا بقياده جالوت. والعماليق هنا كان مجرد لقب، يعني سيبك من فكره العمالقه التانيين. في الوقت ده بيظهر شاب صغير في السن لكن مهم جدا في سير الاحداث، يرفع النبله بتاعته ويقتل بيها جالوت وتنتهي الحرب. الشاب ده كان اسمه داوود. يتكافئ داوود بانه يتجوز بنت الملك ويبقى وريث عرش الملك طالوت، وتبدا تظهر مملكه اسرائيل لاول مره. من ضمن اغرب الحاجات اللي اتعرف بيها اليهود هي انغلاقهم على نفسهم كشعب، بس ده مش معناه ان هم ما بيتعاملوش مع غيرهم خالص، هم اصلا اقتصادهم قائم على استهلاك غيرهم. يعني مثلا هتلاقيهم شعب محافظ ونضيف جدا مع بعضهم، بس هتلاقي عندهم القمار متحرم، الزنا جريمه، السرقه ولو قرش واحد ما بتغتفرش، والربا ما بينهم وما بين بعض من ابشع الرذائل. لكن في نفس الوقت هتلاحظ ان اغلب صالات القمار الموجوده في العالم ملاكها يهود. الربا محرم، لكن فكره البنوك ونظام الفوائد اصلا من اختراع اليهود. ورغم ان الزنا محرم لكن هتلاقي في سفر التكوين مثلا قصه النبي ابرام اللي سلم مراته ساراي للملك المصري، ومن ده كتير بقى. احنا هنا قلنا ابرام مش ابراهيم، لان نقول ايه بس ما علينا. هو شايف اننا مش من البشر وان اي حاجه بيعملها فينا مباح، في نفس الوقت اللي ما ينفعش يعمل حاجه زي كده فاخوه اليهودي اللي زيه. مش هنتكلم كتير عن فتره داوود ولا عن العلاقات الدبلوماسيه اللي عملها مع جيرانه سواء كانوا عراقيين او مصريين، بس يكفيني ان اقول لك ان حسب الروايات اليهوديه فاهم حاجه فكر يعملها كانت معبد كبير، معبد يتحط فيه تابوت العهد وتقام فيه الشعائر الدينيه لبني اسرائيل، ويبقى اعظم بناء في مملكه اسرائيل. لكن برضه حسب الروايات اليهوديه فداوود ما قدرش يبني المعبد ده، او ما كانش ينفع يبني المعبد ده بسبب يعني ان ايديه كانت متلطخه بالدم. انتوا مش عاتقين حد خالص كده؟ يموت داوود تقريبا سنة 960 قبل الميلاد، وما يفضلش حد صالح للحكم من بعده غير ابنه سليمان اللي تولى الحكم بعد ابوه داوود، وكمان حسب الرواية اليهودية بدأ يبني في المعبد. معبد عملاق شارك فيه تقريبا 200,000 عامل، والماتيريالز بتاعته متجمعة من كل حتة في المناطق المجاورة. الراجل ده حسب كلامهم كان مطلب الذهب، يعني انت متخيل الفكره؟ المعبد ده هو اللي بيقولوا عليه النهارده هيكل سليمان، واللي حسب الادعاء اليهودي فالهيكل ده موجود دلوقتي تحت المسجد الاقصى. طب معلش بس هو المسجد الاقصى ده اتبنى امتى؟ بص هو المسجد الاقصى اتبنى بعد المسجد الحرام ب 40 سنه. تقول لي طب والمسجد الحرام اتبنى امتى؟ هقول لك انه كان موجود من ايام سيدنا ابراهيم. امال الهيكل ده اتبنى امتى؟ يعني روح اسالهم، تسألنيش انا. اصل بص يعني مفيش مصدر تاريخي واحد ذكر وجود الهيكل، لا نماذج ولا تصميمات ولا حتى قالب طوب قديم. الهيكل ده مش مذكور غير في كتب اليهود. فوق كده وكده كمان الروايه الاسلاميه بتقول ان سليمان اعاد اعمار المسجد الاقصى. من الاخر كده انكار بناء هيكل سليمان في نفس مكان بيت المقدس بالنسبه للمسلمين هو جزء من العقيده، يعني ما ينفعش تبقى مسلم وتصدق في ان الهيكل كان موجود على الاقل في المنطقه دي. طب نكمل. بعد موت سليمان تتقسم مملكه اسرائيل لجزئين، الجزء الشمالي الاكبر وده كان باسم مملكه اسرائيل، ودي بقت مملكه وثنيه بتضم 10 اسباط من ال 12 سبط. مملكه وثنيه. امال انت فاكر تلت الانبياء نزلوا في بني اسرائيل ليه؟ يعني ما هو للسبب ده.
قالوا بيقولوا علينا احنا الوثنيين. المهم عندنا الجزء الشمالي ده، وعندنا الجزء الجنوبي اللي كان بيضم منطقه القدس، ودي بقى اسمها مملكه يهوذا. في الفتره بتاعه الانقسام دي كانت الممالك اليهوديه فاقده نفوذها بالكامل في المنطقه، والاشوريين في الشرق والمصريين في الغرب كانوا بيقطعوا في بعض، وممالك اليهود في النص. فكان الطبيعي ان هم يحاولوا يعملوا علاقات مع جيرانهم بدل ما يتبادوا. فتبدا مملكه اسرائيل الشماليه التحالف مع المصريين، ونتيجه لكده سنه 720 قبل الميلاد يدخل الاشوريين مملكه اسرائيل ويدمروها خالص، ويطردوا ال10 اسباط اللي كانوا عايشين فيها وياخدوهم عبيد، وكمان يفرضوا الجزيه على مملكه يهوذا. لا وانا مالي يا عم؟ مفيش وانا مالي، ما انت كده كده في سكتنا، هسيبك بتاع ايه يعني؟ فتفضل مملكه يهوذا الجنوبيه في ايد العراقيين لمده 100 سنه لغايه ما يقرروا ان هم ما يدفعوش الجزيه. ونتيجه لكده يجي نبوخذ نصر سنه 596 ويدخلها هي كمان ويدمرها ويدمر الهيكل حسب كلامهم يعني، ويلم تقريبا 8000 واحد وياخدهم عبيد. وده بقى اللي بيسميه المؤرخين السبي البابلي الثاني، واللي بتنتهي معاه بالكامل فكره حكم اليهود لنفسهم. لو فكرت في يوم ان انت تبقى يهودي زيهم وتبقى واحد منهم، بس كانت المشكله ان الست الوالده مش يهوديه، فمجرد الايمان لوحده مش كفايه. بيقولوها لك نصا كده، احنا عندنا خيار وفقوس. فمثلا لو فكرت تبقى يهودي فانت مش متساوي مع اليهودي بالوراثه، انت بتستنى 10 اجيال وان شاء الله حفيدك العاشر يبقى متساوي معاه. بس يعني لو انت مصري فاحنا واكلين سوا عيش وبصل وهنعمل لك اوفر، هنساوي حفيدك الثاني من الجيل الرابع باليهودي بالوراثه. وده بيغلب فكره ان فرعون كان هكسوسي مش مصري، اصله يعني لو كان مصري كان زمانهم بيعاملونا زي سكان العراق والاردن. هتقول لي طب وايه المشكله مع سكان العراق والاردن؟ لا يعني حاجه بسيطه، غايه ما هناك بس ان هم ملعونين للابد وممنوع يبقوا يهود اصلا. شريحه كبيره من اليهود زي ما قلنا وقعوا في السبي ده وتحولوا لعبيد على مدار اكتر من 60 سنه، بيفقدوا فيها هويتهم وتعليم دينهم وحتى لغتهم اللي ما بقتش موجوده غير عند اللي سموهم الزعماء العبران. سيبك شويه من اليهود وخلينا نروح شويه ناحيه الشرق، وبالتحديد ناحيه بلاد فارس او الامبراطوريه الاخمينيه، واللي كانت في الوقت ده بيحكمها الملك قورش، او زي ما بنقول عليه يعني قورش الكبير، اللي كان من اهم اهدافه اسقاط بابل تحت سلطته والسيطره على الجناح ده بالكامل. تفتكر مين ممكن يساعده من جوه بابل عشان الكلام ده يحصل؟ بالظبط، بدا اليهود اللي جوه بابل يشتغلوا كجواسيس للفرس ويبعتوا الاخبار والمعلومات للملك قورش، لحد ما في سنه 539 قبل الميلاد تحصل معركه اوبيس، بينتصر فيها الفرس وبيحاصروا البابليين كام يوم، وبتسقط بعدها بابل بالكامل في ايد الفرس، ويبدا اليهود زي ما وعدهم قورش يرجعوا تاني للارض المقدسه ويشوفوا حياتهم من جديد. لكن كانت المشكله ان هم نسيوا اصلا هم مين. لكن لو فاكر فالزعماء العبران مش ناسيين، دول كانوا ذاكره الشعب اليهودي، فبداوا يشتغلوا من تاني على اعاده احياء اللغه العبريه الى جانب وضع اسس الديانه اليهوديه من تاني. كمان نقدر نقول ان الفتره دي من التاريخ بدا يظهر فيها اول ذكر لكتاب زي التلمود اللي كلمتك عنه من شويه لو فاكر. اليهود المتدينين دلوقتي ليهم هدفين في الكتب بتاعتهم، الاول هو هدم بيت المقدس واعاده بناء الهيكل لاستقبال المسيح المنتظر. هتقول لي امال مين عيسى ولا يسوع اللي احنا عارفينه ده؟ لا يعني حاجه بسيطه، هو بالنسبه لهم شخص كذاب وابن زنا، والمسيح الحقيقي لسه يعتبر ما جاش. الهدف الثاني بقى يا صديقي هو السيطره على جميع شعوب الارض، وده لانهم بيعتبروا نفسهم الشعب المختار اللي المفروض يبني مملكه الرب. وده يعني بعيدا عن نظريه المؤامره، الكلام ده انا بقوله وانا مغلب حسن الظن يعني دي حاجه بسيطه خالص. لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن رحله كفاح اليهود لاكتشاف ذاتهم ونضج افكارهم. الحلقه الجايه هنتكلم عن رجوعهم ارض الميعاد وازاي قدروا خلال كام سنه بس ان هم يرجعوا ويبقوا قوه عظمى. فلو حابب ما تفوتكش الحلقه دي ما تنساش تشترك في القناه، المصادر تحت الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك. بس كده، انا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم.